تعالي النهارده اقولك على انجح واسهل طرق لتفريز الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء اليومين دول ماليه السوق وجميله. لما تيجي تجيبي الفاصوليا الخضراء حاولي هاتيها اللي هي خضراء دي قوي، اللي لونها جميل دوت وفاتح كده وحلو. ولما تيجي تدوسي عليها كده تلاقي الفاصوليا ناشفه كده مش طريه. ولما تيجي تقطميها كده بصي هتلاقيها بتتقطم معاكي بكل سهوله، ومن جوه كده بتبقى صبحه كده وجميله. وهقولك على السر اللي يخليها مهما قعدت في الفريزر فترة طويلة، لما تيجي تطبخيها كده هتطلع معاكي مقرمشة وجميلة وناشفة كده، مش طرية ولا مهرية معاكي خالص في الطبيخ. تعالي بقى دلوقتي اول حاجة احنا هناخد الفاصوليا كده وهي سليمة، قبل ما نقطعها هنغسلها مرتين تلاتة تحت المية الجارية عشان البذور بتاعتها ما تطلعش منها. وبعد كده هنقعها في المية والخل حوالي ربع ساعة. وبعد كده هاخدها هشطفها واقطعها بالطريقة ديت. بعد ما قطعتها كده اهوت بصي بقى يا ستي، في 3 طرق لتفريز الفاصوليا الخضراء. انا هقولك على الطريقه الناجحه والسهله اللي انا بعتمدها على طول. في طريقه انا عملتها قبل كده معاكم في القناه، ان انت بتجيبي حله وتحطي فيها معلقتين زيت وتنزلي بالفاصوليا بتاعتك تديها تشويحه، ولما تبرد تفرزيها في الاكياس. وفي طريقه تانية برضو ان انت بتحطيها في ميه سخنه وبعد كده بتطلعيها على طول تحطيها في ميه ساقعه وبعد كده تفرزيها في اكياس. ودي طريقة تانية. الطريقة التالتة بقى اللي انا بحب اعملها وبتبقى سهلة وناجحة وجميلة جدا، ان انا بعد ما بقطع الفاصوليا بالطريقة ديت باخدها كده زي ما هي بفرزها في اكياس التلاجة. بس دلوقتي بقى اهم خطوة بعد ما تفرزيها كده في اكياس التلاجة، ان انت تضغطي على الكيس كويس جدا وتطلعي كل الهواء اللي فيه. هتضغطي كده على الكيس تحس ان هو مضغوط كده مفهوش اي هواء خالص. يعني قبل ما تقفلي الكيس من فوق كده بالطريقة ديت لازم تضغطي وتطلعي كل الهواء. الخطوة ديت مهمة جدا، سواء هتفرزيها بأي طريقة من التلاتة لازم تطلعي الهواء من الكيس كويس جدا. ده بيخلي الفاصوليا كده هوت لما تيجي تطبخيها بتطلع معاكي ناشفة وجميلة جدا بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي اهو. بصوا بقى، بتخليها كده هوت ناشفة كده ومقرمشة معاكي ومش طرية ولا ومش مهرية خالص. بس اهم حاجة وانتي لما تيجي تحطيها في الصلصة تحطيها بتلجها. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.